علشان الأرض عبارة عن قرى كبيرة، وعلشان الهلاك اللي هيحصل فيها، وعلشان هيحصل عذاب لنا من الله عز وجل قبل يوم القيامة. هلاك هيكون للقرى الكبيرة. هتكلم النهاردة عن مجموعة عناصر من مجموعة آيات ربانية في القرآن الكريم. الله عز وجل يا سادة ذكر لنا كلمتين قرية ومدينة في القرآن الكريم في أكثر من موضع. والقرية هي مجتمع من الناس مثل مكة أو بيت المقدس أو مصر، وكل قرية وكل مدينة على الأرض لها نذير، وأن الله عز وجل لا يعذب القرى إلا أن يبعث رسولا ونذيرا منذرا لهم. ومدلول كلمة قرية هي مجتمع متجانس متفق على شيء واحد، إما الكفر أو الإيمان، والمدينة هي خليط بين الخير والشر أو الكفر والإيمان. ومن الآيات ما خصت قرى زي مصر وفلسطين وأم القرى وهي مكة. ومن الآيات ما خصت مدينة وكانت مدينة ومنها ما كان قرية، ولكن ذكر الله تعالى أن القرية مدينة، وذكر ذلك لمصر. والقرية يسودها موقف واحد فيستلزم العذاب أو رفعه بناء على موقفها. وتم ذكر كلمة قرية في القرآن الكريم من رب العالمين في 56 آية قرآنية عظيمة، وتم ذكر كلمة مدينة في القرآن الكريم في 17 موضع. وتم ذكر كلمة القرية أو القريتين في مواضع قرآنية، منها القرية خاوية على عروشها سورة البقرة 259، وأن القرية فيها أكابر مجرمين يمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون سورة الأنعام آية 123. القرى المهلكة بأسا من الله بياتا أو هم قائلون الأعراف آية 4. إرسال الأنبياء للقرى وأخذ أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون سورة الأعراف 94. أن القرية الوحيدة التي نجت لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين سورة يونس 98. كل القرى لها كتاب معلوم كما ذكر في سورة الحجر آية 4. القرى التي تكفر بنعم الله التي كانت تأتيهم رغدا فيذيقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سورة النحل آية 112. إهلاك القرى بتكون عن طريق مترفيها فيفسقوا فيها فيحق عليها القول فيتم تدميرها تدميرا سورة الإسراء آية 16. كل القرى يا سادة لابد لها أن تهلك قبل يوم القيامة أو تعذب عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا كما ذكر في سورة الإسراء آية 58. أي قرية غير مؤمنة سيهلكها الله فهم لا يؤمنون سورة الأنبياء آية 6. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين سورة الأنبياء آية 11. أي قرية ظالمة سيتم إهلاكها وبتكون خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد كما ذكر في سورة الحج آية 45. أي قرية ظالمة ربنا يمهل لها ثم يأخذها وإليه المصير سورة الحج آية 48. لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا الفرقان 51. ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون سورة الشعراء 208. والوارث لتلك القرى جميعا هو الله عز وجل، هو الذي يرثهم سورة القصص 58. كل قرية أرسل لها منذرون يقول مترفوها أنهم كافرون كما ذكر في سبأ 34. وتفسيرهم لذلك الكفر أنهم وجدوا آباؤهم على هذا وهم بهم مقتدون كما ذكر في سورة 23. أي قرية أشد من قرية محمد
لا ناصر لهم، والمقصود بها مكة. سورة محمد آية 13. وأي قرية عتت عن أمر ربها ورسله تحاسب حسابا شديدا وعذابا نكرا. سورة الطلاق آية 8. وذكر في سورة الأعراف أن الله يأخذهم ضحى وهم يلعبون، وفي سورة الأنعام وهم غافلون، وفي الأعراف وهم نائمون. وقال الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم يقاتلوننا من وراء جدر أو في قرى محصنة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهم لا يعقلون. وقال لنا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وقال الله عز وجل أنه جعل بين القرى التي بارك فيها وقرى أخرى قرى ظاهرة، وقدر فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. سورة سبأ آية 18. وهنا نجد أن هناك قرى مباركة فيها من الله عز وجل، وكما ذكرت في بلدان معينة مثل مكة ومصر وفلسطين. وقال الله عز وجل في آيات عظيمة: تلك القرى نقص عليك أنباءهم ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا وكفروا. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأخيرا، من المهم من أهل القرى هو الإيمان والتقوى والإصلاح، ولا بد من أهلها أن يكونوا مصلحون. وقال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سورة هود 117. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. سورة يوسف آية 109. والأرض داخلة على حوار كبير وخطير ولازم ناخد بالنا. ومصر ذكرت قرية وذكرت مدينة ولها شأن عظيم، وبها أرض تجلى فيها الله عز وجل، وفيها جبل الطور، والله معنا والملائكة معنا.